السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكشك ألمظ أو الكشك ألماظ. الكشك ألمظ من الحاجات بصراحة اللي بتبقى حلوة جدا. هنعملها مع بعض النهاردة، هتحبوها جدا إن شاء الله. أقول لكم المقادير: هحط كوباية ونص من الرز الأبيض المصري العادي جدا. وبعدين الكشك دايما بيحب الشوربة تكون دسمة. بصوا عاملة إزاي، لازم تكون دسمة عشان تدي طعم حلو جدا. طبعا البصلة دي اللي بنحطها على الوش بتاع الكشك لما بنخلص. ده لبن، لتر من اللبن، هنا معلقة من القشطة، هنا حاطة معلقتين من الدقيق مع معلقتين من اللبن البودر. كل المقادير بتاعتنا. لو حابين كمان تضيفوا له كريمة برضو بتدي طعم حلو جدا. هنحط بقى الرز الأول. الرز الأول بنسويه في الشوربة، يعني ما بنحطهوش في اللبن علشان الشوربة تسويه بسرعة. واحط له بقى كده الشوربة. طبعا انا هزود شوربه، بصوا انا حطيتها بكل اللي فيها. هزود طبعا شوربه كمان لغايه ما احس ان هي يعني جابت الربع بتاع الحله. هسويه حلو جدا لغايه ما الحبايه بتاعه الرز تفتح معايا. الرز على النار بقى بنحط بقى كده قطعه زبده. هنحمر البصله عشان كله يبقى ايه مع بعضه جاهز. وهنحط معاها الزيت، وهنحط البصل بقى بتاعنا وهنبدا نحمر فيه لغايه ما يبقى لونه لون الكراميل. يعني يفضل تحطوا له زبده، تحطوا له معلقه حلوه من السمنه البلدي عشان بيبقى طعمه حلو جدا لما بيجي نحطه على الوش بتاع الرز. بصوا بقى استوى ازاي. بصوا انا عايزه بقى الرزايه بتاعته تفتح زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا هنحط بقى دلوقتي اللبن، ولو احتاجنا تاني برضو هنحط له شويه حسب السمك بتاع الرز. هديله بقى كده تقريبه، وهحط له بقى كمان القشطه اللي انا محضراها. الكشك بصراحه كل ما ندعمه بقى نحط له قشطه، نحط له قطعه زبده، نحط له معلقه سمنه بلدي، بيدينا طعم حلو جدا. انا هحط له بقى القشطه، وبرده هحط له شويه صغيرين من اللبن. انا برده حاطه لبن بودر، فاحنا ممكن نكتفي ونحط شوربه كان اللبن يعني. هحط بقى القشطه، هديله برده تقليبه كده حلوه. خلاص بقى هنبدا نعمل بقى الخليط بتاع الدقيق مع اللبن البودر، ونروح ضايفينه هو كده. خلاص تقريبا كده الرز بصوا استوى على الاخر، فحلو كده. بصوا السمك بتاعه جميل جدا. لسه طبعا هنحط الدقيق مع اللبن. هنحط حتى في نفس الكوبايه اللي كان فيها المعيار بتاع اللبن، نحط بقى الدقيق مع اللبن البودر. ممكن ميه وممكن لبن، ده حتى مكان الطبق اللي كان فيه القشطه، عشان مش هنخلي اي حاجه من اللي كنا ايه عاملين فيه عشان يبقى طعمه حلو. وهقلبه كده تقريبا. ده بقى بيتحط بصراحه في المرحله الاخيره خالص، بيكون الرز استوى خالص بنحط، لان احنا اول ما نحط هيتقل معانا وخلاص هنبدا نقلب. هنضيفه بقى على طول وهنبدا على طول نقلب. يعني اول ما بنحط بقى الخليط ده بنقلب على طول عشان هيبدا يتقل معانا. حطينا معلقتين بس من الدقيق لان القوام بتاع الرز زي ما انتم شايفين كده حلو جدا. بصوا بدا يلف ازاي. بصوا بقى في اي طبق تقديم انتوا حابينه هنحطه بقى كده، ونحط عليه البصل بتاعنا حلو جدا ان شاء الله. طبعا القوام اللي انتوا شايفينه ده هيتقل دلوقتي، فاحنا عايزين القوام ده مناسب جدا للكشك، لان لو تقلناه اكتر من كده بصوا هو عامل ازاي شايفين. لو تقل اكتر من كده معانا مش هيبقى طعمه حلو ولا كمان شكله هيبقى حلو. كده خلاص اهو. نحط بقى عليه الورد بتاعنا. طبعا ده من البصل اللي احنا ضفنا جزء منه، فبيبقى متحمر فبيدينا الشكل ده. شايفين بقى الكرمله بتاعت البصل منتهى الجمال. بصوا حلو جدا ازاي. هنحط بقى كده جزء منه كمان على الكشك. جربوه بقى ان شاء الله، حلو جدا. في نفس الوقت لو عندنا بقى شوربه بط، شوربه لحم، اي شوربه دسمه ممكن نعمل بيها الكشك. تحطوا له بقى قشطه، كريمه، اللي انتوا حابينه. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.